ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل حلى البيستاشيو او حلى الفستق، ومحتاجين لكريمه الفستق، فهنعملها مع بعض برضو بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبكم قوي. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ويلا نبدا. في المطحن بتاع الخلاط أخدنا 125 جرام فستق وطحناهم طحن ناعم خالص بالشكل ده. هناخدهم بقى في طبق بره وهنحط عليهم معلقة واحدة كريمة خفق ومعلقة واحدة لبن مكثف. اللبن المكثف ده أنا عاملاه وبشيله بقى في علبة محكمة الغلق كده في التلاجة، بيقعد معايا بالشهر. شوفي اللينك بتاعه واعمليه بنفس الطريقة. كده عملنا كريمة الفستق دي شكلها. 2 صفار بيضة بقى مع 3 معالق سكر مع نص معلقة فانيليا. ضربت قوي بمضرب البيض وبعدين حطيت عليهم معلقتين كبار نشا. لقيت الذوبان بتاعهم صعب شوية فحطيت لهم حبة لبن عشان أدوبهم بسهولة. بعد كده حطيت عليهم باقي نص كيلو اللبن اللي أخدت منه شوية، الباقي بقى حطيته على الخليط ده ورفعته على النار لحد ما غلى. ادي شكله اهو. النار تبقى متوسطة والمضرب في ايدك باستمرار لحد ما يوصل للشكل ده كده. طلعت بقى كريمة الفستق اللي حطيناها في التلاجة، طبعا تماسكت شوية وده بقى شكلها، ودوبتها في الكريمة اللي عملناها. هيبقى بقى طبعا طعمها طعم الفستق وهتاخد كمان لون الفستق. كده عملنا الكريمة بتاعتنا. البسكوت اللي هنستعمله بسكوت الليدي فينجر، شكله اهو. نحطه في اللبن وطلعيه بسرعة. انا حتى عشان اطلعه بسرعة استخدمت بقى، عملته بايدي كده. نضفت بقى الصينية كده وبعدين حطيت الكريمة فوقيه. لقيت الكريمة كتيرة شوية فخليت منها شوية، عملت اطباق صغيرة، سويت الوش كده وتهزيها بالشكل ده. وبعدين حطيت البسكوت في 3 طباق كده حتى البسكوت خلص. كملت بسكوت العيد كسرته كده وحطيته، وطلع على فكرة طعمه حلو قوي. واستخدمت بقى الكريمة في ال3 طباق. يعني كمية الكريمة ده بسكوت الليدي فينجر اللي استعملته، ده الكيس بتاعه والوزن بتاعه 200 جرام. بعد بقى ما بردت كده والوش بتاعها تماسك شوية زينتها بالفستق بالشكل ده، ودخلتها التلاجة ساعة واحدة وبقت جاهزة للأكل. تتقدم بقى ساقعة. جميلة قوي وسهلة وهتعجبك جدا. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.